ازاي تخلي حبيبك السابق يرجع لك تاني؟ مبدئيا السؤال ده اتسأل لي كتير جدا، والموضوع على فكرة على قد ما هو طويل شوية على قد ما هو بسيط وممكن يتحقق فعلا. وفي ناس بتاخد معايا جلسات في الموضوع ده كجذب، والحاجات دي كلها بتنجح فيه فعلا وبيرجع. بس الفكرة انا عايز انصحها للناس اللي بتشوفني لأول مرة او سواء الناس اللي متابعاني في حاجة واحدة بس، هي انك تشوف نفسك عظيم. السبب اللي انت بتحس فيه ان الشخص ده بعد عنك بسبب ان انت اللي غلطان، وان انت اللي كنت بتنكد عليه، وان انت اللي كنت سلبي، وان انت كنت الطرف السيء في العلاقه، ده ممكن يكون حقيقه، ممكن تكون انت كده فعلا. بس الفكره هو احساسك الداخلي عن نفسك ازاي. هل انت هتفضل تحس الاحساس ده طول الوقت؟ هتحس ان انت كان السبب في ان العلاقه دي تنتهي؟ لا خلاص، ادي مبررات للي فات، اللي فات مات خلاص. انا من جوايا اتصالحت مع نفسي، انا من جوايا ببدا بدايه جديده. الفكره كلها تتلخص في ايه؟ ان شعورك نفسه تجاه نفسك هو نفس الشعور اللي الشخص التاني هيبص لك عليه. ازاي؟ يعني ربنا خلقنا كل واحد فينا كده كبشر عنده سنسور داخلي، بنشوف واحد من بعيد بنقول ده شكله واثق من نفسه، بنشوف واحد بنقول ده شكله مريض نفسيا، مع انه الاثنين ما اتكلموش معانا ولا الاثنين اصلا ما بصولناش. بس الفكره في طريقه المشيه، الفكره في الايحاء اللي هو اداهولنا. ده بينبع من ايه؟ بينبع من نظرته لنفسه. العظيم بيشوف نفسه عظيم، والتافه بيشوف نفسه تافه. فالفكره كلها ان انت تشوف نفسك عظيم، تشوف نفسك ان انت عندك قيمه، تبدا تعلي قيمتك، تبدا يعني تطلع من الليفل اللي انت فيه ده، تنجح في حياتك، تعمل حاجه جديده، تخلي عندك شغف، تاخد معلومات جديده عن اي حاجه، تطور شخصيتك، تطور مهاراتك، تبدا كده تنطلق. مع الانطلاقه والشغف ده هتلاقي نفسك انت من جواك بتسترد العافيه بتاعتك، فبالتالي بتبدا تبص لنفسك بقدر اعلى من اللي انت كنت عليه. فبالتالي الشخص التاني هيبدا يحس ان انت فعلا وصلت لمرحله عاليه جدا، هيبدا يقدرك تقدير جديد ويشوفك بمنظور جديد هو ما كانش متخيل ان هو ممكن يشوفك عليه. فالفكره كلها انك ما تستسلمش، والوقت اللي انت او المجهود اللي انت بتبذله علشان تخلي الشخص ده يفكر فيك، ابذله علشان انت تنجح نفسك، فبالتالي هو بنفسه اللي هيرجع يفكر فيك.